تناقلت بعض المصادر الإعلامية المحلية بمدينة اليوسفية خبر قصة مثيرة حول علاقة حب بين أستاذة وتلميذ والتي انتهت بزواج، وهو ما أثار جدلا كبيرا في المدينة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفنا من مصادر مقربة أنه تم عقد القران بين الطرفين اليوم الاثنين بحضور أسرتيهما. وأشارت المصادر إلى أن الأستاذة تدرس مادة الرياضيات بثانوية الاجتهاد بمدينة اليوسفية، وتبلغ من العمر 26 سنة، وتنحدر من مدينة الجديدة، في حين يبلغ تلميذ 22 سنة وهو ابن مدينة اليوسفية، والذي يتابع دراسته بأحد معاهد التكوين المهني بمدينة الدار البيضاء. وأوضحت المصادر ذاتها أن الأستاذة والتلميذ احتفلا بعيد الحب معا هذه السنة، ويعيشون قصة حب قديمة. الزواج الذي أثار نقاشا كبير بين المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية هذا الأسبوع وصل حد تشبيهه بزواج ماكرون الرئيس الفرنسي بأستاذته التي تكبره ب25 عاما. وبمجرد انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي ذهب بعض النشطاء إلى تهنئة العروسين على هذه الخطوة، معتبرين أن الأمر عاديا وليس عيبا لأن الحب لا سن له. من جهة أخرى اعتبر نشطاء آخرون أن هذه الخطوة غير مقبولة وضرب لطبيعة العلاقة التي تجمع بين الأستاذة والطالب، فإن ردود الأفعال اختلفت بين من رحب بزواج ومن استنكره، حيث اعتبر معلقون أن هذا الزواج مغامرة غرامية لهم الحق أن يفتخروا بها ما دام الأمر لا يخالف الشرع والقانون. وباسم قناتنا نقول مبروك للعروسين مع متمنياتنا لهما أن يعيشوا الحياة الزوجية بسعادة والبركة، ونسأل الله لهما دوام السعادة والحب والمودة.